موضوع الفيديو بتاع النهارده انا بحبه شخصيا. انا مش هكلمك على شغل ولا لغه ولا فلوس ولا وقت ضايع ولا سوشيال ميديا. النهارده هكلمك عن السبب اللي بيخليك تكبر من غير ما تحس، يعني تعجز، وهو نفس السبب اللي بيخليك قاعد زهقان ومش لاقي حاجه تعملها وحاسس بملل، واللي بيخليك اصلا تضطر تستخدم حاجه زي السوشيال ميديا اللي بتضيع وقتك. وهي حاجه واحده، الهوايه او الهوبي، اللي هي بالمناسبه مش هوبي. الهوايات دي حاجه كده جوه في دماغك وفي نفسيتك، مرتبطه بانبساطك وباحساسك بثقتك بنفسك واحساسك بالمسؤوليه عن نفسك، وكذلك احساسك بوقتك. ودايما الهوايه بتجدد لك الشغف اللي جواك. ده ايه علاقته بقى بحياتك وباللي انا جاي اتكلم فيه النهارده؟ هقول لك، بس هتشوف الانترو وهتجيني مره تانية. ومساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. بص، الهوايات بتوقف الزمن عندك، ولو انت اتفرجت على بدايه الفيديو يبقى عندك سؤال دلوقتي: طب يا عمر، لو انا عندي هوايه وبلعب شطرنج، يعني وانا بلعب شطرنج الزمن هيقف او هبطل اكبر؟ انا مش هنا هقول لك ان انت يعني السنه دي لو عندك 33 سنه، السنه الجايه مش هيبقى عندك 34، انت هيبقى عندك 34 برضه، بس هيبقى عندك 34 سنه مختلفه بقى خالص عن دلوقتي، وهيبقى عندك 60 سنه وانت انسان مختلف خالص عن دلوقتي. انت مش هتحس انك كبير، مش هتحس انك بتكبر. طب لو انت بتكبر بسرعه، ده بيبقى سببه ايه؟ ان انت كل يوم بتعمل نفس الحاجه اللي انت بتعملها اليوم اللي قبله. تصحى تشتغل، تاكل، تروح، تيجي، تنام، تيجي، تصحى، تشتغل، وهكذا. مفيش جديد. والمخ لما بيتعود ان مفيش جديد بيبدا بقى يظهر لك عدو جديد كده عندك اسمه الملل. وانا ملاحظ ان اللي بيحسوا بالملل اكتر هم البنات او الليديز عن الرجاله، لان الولاد او الرجاله بيبقى عندهم حاجات كتير قوي تتعمل. سهل ان هو ينزل، او اسهل من الليدي ان هو ينزل شويه الشارع، او اسهل من البنت ان هو ينزل الشارع، واسهل ان هو يتعرف على ناس ويشتري حاجته بنفسه وهكذا. طيب الهوايه دي بتعمل ايه جواك، او بتعمل ايه في حياتك، او بتغير البيئه اللي حواليك ازاي؟ اولا بتكسر الروتين. اول ما تعمل حاجه جديده لمده 10 دقائق مخك بيبتدي يرسم طرق جديده كده وبيجدد لك الشغف اللي عندك، فبتحس لا والله ده في اشراق، وفي انا عايز حياتي تطول شويه كمان عشان خاطر اقدر اعمل ده اكتر، فتحس ان انت مشرق على الحياه بشكل افضل وبايجابيه احسن. تاني حاجه، الهوايات بتفتح مسارات جديده جوه مخك. الهوايات مش لعب عيال، يعني مهما كانت تافهه هي مش لعب عيال، هي بتبقى جزء من شخصيتك بيتولد جواك كل شويه، وشغف كل شويه بيتجدد. الحاجه الثالثه انها بتشيل عنك ضغط اليوم بشكل كبير قوي. يعني لو انت عندك هوايه متعود انك تعملها، لما تيجي تعملها في يومك انت بتستنى اللحظه دي في اليوم، وكانك بتدوس كده ريست لليوم كله او للضغط النفسي اللي انت بتمر بيه على مدار اليوم. بتحس ان هو ابسط واهدى بكتير. وعايز هنا افاجئك واقول لك، ودي اخر نقطه خاصه بالمزايا بتاعه الهوايات او تعريف الهوايه، وهي انك بتخليك فعلا تحس بالانجاز. لان بص، هو الانجاز شيء نفسي قبل ما يبقى مادي. بمعنى اخر، انا لو حسيت ان انا جددت شغف جوايا او جددت ايجابيتي ونظرتي للحياه بشكل عام او للي حواليا، فده لوحده هيحسسك بالانجاز من غير ما تحس. طيب خلينا هنا بقى نتكلم عن انواع الهوايات. في هوايه جسمانيه، هي مش لازم جيم، مش لازم هنا بتكلم عن الجيم، يعني بغض النظر انت طريقتك فيها عامله ازاي او الهوايه المفضله بالنسبه لك فيها عامله ازاي. ممكن تبقى مشي، جري خفيف، نط على الحبل، شقلبة على الحيط، اي حاجه فيها نوع من انواع الحركه بالجسم. تاني حاجه والهوايه العقليه اللي بتستخدم فيها مخك اكتر، زي القراءه، الشطرنج، السودوكو، ان انت تتعلم مهاره جديده. في ناس بتحس ان ده شغف ليه. في ناس برضو بتتعلم لغه جديده كنوع من انواع مش احتياج، انا مش محتاج اللغه الجديده، ده الهوايه بتاعتي. اي حاجه بتحسها كده بتتحدى دماغك ومحتاجه تفكير، بتصغرك مش بتكبرك. انا قصدي كسن وما تحسش انك بتعجز يعني. ثالث نوع وهو الهوايه الابداعيه، الحاجات بقى اللي زي الرسم والكتابه والتصميم وشغل الايديتنج. رابع نوع واللي هو الهوايه الاجتماعيه، قعده الصحاب بقى، النادي، الجروبس، حتى لو قاعده على ديسكورد كل يوم. خامس نوع واللي هي هوايات مريحه، طبخ بسيط، تتفنن كده وانت بتطبخ حاجه، شويه شغل في البيت بتاعك، انك تجيب عده وتقعد تصلح في الحاجات كده وتحاول تصلح فيها. معظم الرجاله على فكره بيحبوا العده بتاعتهم جدا، بيحب يفك الحاجه بايده كده. حاجات زي البودكاست في الروقان، حاجات كده بتهدي اعصابك وبتخليك تاخد نفسك من اللي انت شفته في اليوم يعني. طب هنا بقى الجزء في الفيديو ده بيكلم الناس اللي مش عارف هوايته ايه. هم كتير، ودي مش حاجه وحشه، هي حاجه وحشه لو سبناها بقى زي ما هي كده ما عملناش فيها حاجه، ولقيت نفسك بتضيع اليوم كله في حاجات ملهاش لازمه بتضايقك اصلا زي السوشيال ميديا. فانا لو يا عمر ما عنديش هوايه او مش عارف انا بحب ايه، محتاج اعمل ايه؟ بناء على خبرتي واللي انا جربته بنفسي، انت محتاج تجرب حاجات كتيره. يعني جرب تمشي كل يوم 10 دقائق، جرب فكره اللعبه اصلا لو انت ما بتلعبش، جرب تتعلم حاجه بتحبها، جرب تقرا، جرب حاجه جديده، جرب تطبخ. فانت هتقعد تجرب كده في الهوايات، اكتر هوايات منتشره، لحد ما هتلاقي حاجه فعلا لمست معاك.
ودي الحاجه اللي انا عايز اكمل فيها. وهنا انا بقول لك انت مش محتاج تشتري حاجه او تعمل سيت اب لنفسك دلوقتي، ولا تروح تاخد كورس خاص بالهوايه دي، لا انت محتاج تكتشف الاول ايه الهوايه، بعد كده شوف ايه النيدز بتاعتها او الاحتياجات بتاعتها. اللي انا قلته لك ده هو مش حاجه انا ذاكرتها، حاجه انا جربتها بنفسي. قعدت اجرب في هوايات كتيره لحد ما لضمت معايا اكتر حاجه ما كنتش اتخيل ان انا هرتبط بيها قوي، وهي العربيات الار سي، يعني العربيات اللي بتتحرك بالريموت كنترول. هي عربيات مش لعبه، يعني مش عربيات شبه لعبه الاطفال، لا هي العربيات في الحته دي فيها نوعين، هابي جريد وتوي جريد. التوي جريد اللي هي لعب الاطفال، والهابي جريد اللي خاصه بالهوايه اللي ما ينفعش الاطفال يلعبوا بيها. انا لقيت نفسي فيها وبدات اعمل لها بقى السيت اب بتاعها، وما عملتش ده غير لما اتاكدت ان انا هكمل فيها شويتين. ففكره بقى ان انا اقعد اصلح في العربيه وافك الحاجات هنا، واقعد افك الكومبوننتس او المحتويات بتاعتها واغير فيها واعمل ابجريد فيها، عربيه فيها حاجه تتكسر اغيرها، دي من امتع اللحظات اللي بعدي بيها في حياتي. وعايز اقول لك ان كل لحظه بعدي فيها وانا بعمل ده قسما بربي بحس ان الشغف بيعاد تجديده مره تاني يوم ببقى شخص مختلف خالص. ده غير لما اخد العربيات وانزل العب مع اصحابي في الشارع، بحس ان انا رجعت صغير، انا مش كبير، انا مش حد عنده 35 سنه. انا عايز ده، انا عايز افضل محافظ على ده، وعايزك انت كمان يبقى عندك نفس الموضوع. مش بقول لك حب العربيات، هو يا ريت تحب العربيات عشان تنزل تلعب معايا، بس اللي انا اقصده انت محتاج يبقى عندك هوايه تديك نفس الشغف اللي انا دقته. لان انا عايز اقول لك هنا حاجه، ودي هتبقى اخر نقطه هكلمك فيها النهارده، ان الهوايه مش رفاهيه. يعني هي مش اوبشن ممكن يبقى عندي او مش عندي، هي لازمه ضروريه. لو ما عملتهاش هتعجز بدري وتموت بدري، وده بجد بشكل حرفي. انا هنا مش بكلمك بشكل تعبير مجازي، لا بجد انت هتعجز بسرعه. فابدا بهوايه صغيره واقعد جرب هوايات مختلفه لحد ما تلاقي حاجه تكليك معاك. وصدقني شوف نفسك بعد اسبوع من ممارسه الهوايه دي يوميا، وسيب لي كومنت بعد الاسبوع ده. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده او اتبسطتوا. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. اشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.